يا صباح الفل، يا صباح الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة. النهاردة روتين تنظيف للشقة بعد العيد من كل بقى حاجة الولاد وقعوها، بالونات وترمس والقشر الترمس الجميل. وكمان أول مرة هغسل التكييف الصحراوي عندي اللي في الصالة. هو مش حجمه كبير، هو حجمه صغير. هغسله في الحمام معاكم. تعالوا شوفوا بعد ما غسلته كمان اشتغل ازاي وخدت بالي من ايه. تعالوا بقى ننضف الشقة ونفتح الشبابيك ونهوي كده الأوض ونديها كده، ممكن كمان نقفل السلك لو احنا خايفين من أي حاجة تدخل، بس نهوي الأوض وندخل الشمس كده تهوي المكان. ونغير الملايات ونحط كمان طقم جديد حلو كده بعد ما خلص العيد، طقم كده يكون حلو ومناسب للصيف كويس. واحط ميه فيه كتير. ويا ترى بعد ما غسلته الميه اثرت فيه؟ كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الميه انا وصلتها لحد فين وغسلته كويس وخدت بالي من ايه. يلا بينا نكمل بقية الفيديو. انا النهاردة قلت بقى اغير فرش السرير، اتفرش طول فترة العيد وتعالوا نغيره. انا ليه بحط كيس مخدة مختلف؟ لان المخدة عندي كبيرة، الخدادية الكبيرة اللي انتوا شايفينها ديت الأكياس بتاعتها بتاعت الملايات الجاهزة ما بتجيش قدها، فبضطر ان انا ادور على اكياس خداديات تكون واسعة شوية. طبعا دي غلبتني عقبال ما دخلتها شوية كده، بتغلبني عقبال ما ادخلها كويس. وبضطر كمان احط كيس خدادية صغير كمان في الناحية التانية، لان اكياس الخداديات الطويلة الجاهزة ما بتبقاش مناسبة للخداديات الطويلة الفايبر ديت، بالذات لما تكون جديدة بتبقى منفوخة لسه ما هبطتش كمان شوية، وبتبقى مساحتها وعرضها كبير شوية. فاحنا نحاول على قد ما نقدر نجيب مقاسات واسعة شوية. طبعا انا مفصلة اكياس خداديات تانية، فهي دي اكتر حاجة بتلاقيني مركباها للخداديات، وعشان كده الالوان هتلاقيها مش مظبوطة قوي. يعني اساسا الطقم الملاية الموف دوت اللي انا حطاه، الكيس بتاعه صغير جدا، عايز اكياس اللي هي القطن الصغيرة، الخداديات القطن الطويلة الصغيرة. فانا خلصت بقى بعدل بس السرير والملاية بظبطها، وهبتدي بقى اروح للصالة نشوف الصالة فيها ايه. طبعا لقيت فيها اهم حاجة طبعا نفتح الشبابيك، لان الشبابيك بتهوي المكان وبتغير الريحة والنفس اللي في المكان. تعالوا، انا دخلت على الصالة دي الصالة عندي الصبح، يعني هي من بالليل بتبتدي بقى تتكركب وكل حاجة تترمي في الأرض وهنا وهنا، وبعدين أنا بقى اللي بفضل أرتبها. فأنا على قد ما أقدر بلملم الحاجة، أشوف اللي هتدخل الأوضة جوه وإيه اللي هندخله المطبخ وإيه اللي هيتكنس وهيتلم. طبعا أزايز وأطباق وكوبايات. وقت الفيديو طبعا صغير، لكن هو اليوم كان طويل وأنا عملت فيه حاجات كتير. كمان أنا خرجت، رحت الناس قرايبي وزرتهم وبعدين رجعت تاني. فاليوم بقى معانا ما شاء الله الحمد لله، يعني ربنا فيه بركة فيه. فقضى حاجات كتير، عملت فيه حاجات كتير. انا نظفت الصالة، لملمت بقى الخداديات وبنفض الفرش اللي على الكنب، ولملم اي حاجة احطها في الحوض اذا كانت هتتغسل او ازايز هتتملي. وهشيل السجادة اللي في الارض والمفرش كمان اللي على الترابيزة، وهتاخر الترابيزة ديت على جنب ادخلها تحت ترابيزة السفرة. وهبتدي اغير بس انفض طبعا الخداديات والفرش وهرجعه تاني، يعني هنفضه تنفيضة حلوة كده وارجعه فرشه احسن بسهولة. ما دام انتي مرتبة ومنضفة طبعا الكنب من تحت ومسحة كويس، تبقى بقى المسحة اللي على الوش والتنظيف يبقى على الوش. طبعا انا هنفض الفرش اللي على الكنب، بس انا بشيل الحاجات اللي موجودة من اكل واطباق وكوبايات وازايز، كل ده بشيله وادخله جوه، بدخله في المطبخ. اللي عايز بقى يتغسل، اللي عايز يتملي الازايز. الكرة بتاعت ابني كان بيلعب بيها في الصالة، فانا بس شلتها. مادام بقى عايزه تنضفي بسرعه مش هتاخد منك وقت كبير، كل الحكايه بخطوات بسيطه قوي. بس تشيلي الحاجات اللي على الكنب، ترجعي كل حاجه مكانها، اللي هيدخل الاوضه اللي هيتطبق ويتحط في الدولاب، اللي هيدخل المطبخ ويتغسل. المفرش بس هنشيله على جنب بتاع الترابيزه عشان انا هتاخر الترابيزه اصلا، بتاخرها ادخلها تحت ترابيزه السفره. السجاده اللي في الارض كل حكايه ان انا بديها تنفيضه كده. بص انا بنفض الفرش اللي على الكنب وبرجع. خطوات بسيطة قوي، ممكن تعملي جزء جزء في المكان، الأوضة الصالة المطبخ اللي انت بتعمليه. أنا بعمل طبعا الكنبة الأولانية اللي عليها المفرش الأبيض، بخلصها واحط عليها خداديات، وممكن اطبق لو فيه هدوم متطبقة احطها. اللعب طبعا بدخلها اوضه الولاد.
اهم حاجه بتعملي بس جزء جزء، بكنس تحتيها بقى اي ورق، اي قشر ترمس، اي حاجه بلمها. اهم حاجه ترتبي جزء جزء، هتلاقي الصاله خلصت معاكي على طول. اخرج في يوم انضف الصاله بالذات يعني، اهم حاجه. زي اي ام اصيله طبعا بتحب ترتب الصاله بالذات، تقولك يعني لو حد جه غفله تبقى الصاله مترتبه. هنا شلت السجاده اللي في الارض ونفضتها تنفيضه حلوه كده. انا عدلت كنبه واحده. بص انا بحب ابتدي الصاله خطوه خطوه او جزء جزء. يعني انا عملت الكنبه ديت بكنس تحتيها، اعمل الجنب بعد كده الكنبه ديت، اعمل الكنبه اللي جنبها. بص انا كنت مجمعه كل حاجه متنطوره، متجمعاها مثلا على كنبه واحده. بعد كده بعد ما اخلص الكنبه ديت اكنس الجزء ده وافضل اكنس لغايه اما نوصل للاخر. بعد كده هشيل كل اللي على الكنبه ديت وارتبها، والفرشه اللي عليها كمان هنفضها. بس كل الحكايه تبتدي جزء جزء، هتلاقي نفسك خلصتيها بسرعه. طبعا نفس الحكايه الكنبه هنا كمان في خداديه، وفي كمان الدفايه والعبايه، وفي الطرح بتاعت الصلاه، الخمارات بتاعت الصلاه. فانا هشيلها بقى، دخلتها جوه. وكمان شلت المفارش وشلت الهدوم اللي كانت محطوطه، واللعب اللي محطوطه هنا اللي على الكنبه بنشيلها، بدخلهم اوضه الولاد بقى. بس المفرش هنا انا بديله تنفيضه كده، عشان لو في قشر لب، قشر ترمس، اي حاجه من الحاجات ديت. كمان المفرش اللي حطاه على الايد بتاعت الكنبه بنفضه. طبعا هم نضاف ومغسولين وكل حاجه، بس احنا بس بنديهم تنفيضه كده حلوه. بحب يكونوا مترتبين، يعني بحب ارتبهم الصبح عشان يبقوا شكلهم حلو كده، عشان يستحملوا طول النهار بقى اللي هيحصل فيهم من قعاد ولعب وحركه عليهم وكده. خلاص خلصتهم، هفرشها بس اظبطها كويس على الكنبه. انا عندي في مساحة كده اقدر ادخل ايدي واظبط الفرشة اللي انا حطاها على الكنبة، خليها كأنها تلبيسة للكنبة. يعني بص دلوقتي هقعد عليها واظبطها. المفرش دوت انا بحطه على ايد الكنبة عشان احافظ عليها، يعني احميها. هنا بص بدخل كده بايدي اظبطها في الاركان ديت عشان تبقى مظبوطة على الكنبة كأنها تلبيسة ليها، لكن هي مش تلبيسة، ديت ستاير كبيرة. بص بقى كل التراب وكل الحاجات والورق والكياس والقشر الترمس كمان اللي انا جمعته، كل دوت اللي انا هكنسه. الكيس بس انا شيلته على جنب الشنطة ديت. بص بقى كل حاجة بتتجمع على جنب، خلاص كده الصلاة خلصت. كل حكاية بقى هنمسحها مسحة حلوة كده. وهغسل كمان، هدخل المروحة بتاعتي اللي هي التكييف الصحراوي اللي انتوا شايفينه الابيض اللي في الصالة، هدخله الحمام. واول مرة ان انا اغسله غسلة محترمة. يعني انا كل مرة بغسل الفلتر بتاعه، بس باخده في الحمام واغسله في البانيو. هو عبارة عن ايه؟ عن كرتون مقوى كده. فانا هاخده بقى في الحمام واغسله كويس. طبعا كل اللي احنا جمعناه هنكنسه. هنا دخلته الحمام. اهم حاجة طبعا السلك والفيشة يبقى في ايدك، او تحطيه في كيس، او تلفيه بسولوتيب، بتلفيه بحاجة. انا هنا هحطه على الغسالة. انا بشيل الفلتر بس اللي ورا. بص الفيشة حطيتها على الغسالة تبقى بعيدة عن المية تماما. كمان اللوحة اللي فوق، الزراير اللي فوق بعيدة عن المية، انا ما جبتش ناحيتها مية. هنا الفلتر اللي ورا معمول من الكرتون المقوى. انا بدلق عليه مية كتير، مية ممكن بصابون، مية بكلور، اللي انت عايزاه. بدلق مية وابتدي اركنه على جنب. هعمل بقى الظهر، تعالي للظهر. انا اول مرة اغسل الظهر بصراحة، يعني انا بعمل بس الفلتر اللي انتوا شايفينه ده. كمان جبت ليفة من الليفة اللي هي بتاعت المواعين. وهعمل كمان الظهر بشوية صابون وشوية كلور ألوان على المية. يعني أنا كل ده حطاهم على المية، وهبتدي طبعا أطلق مية كتير. أهم حاجة ما نجيش ناحية الزراير اللي فوق، وكمان الفيشة بتاعت الكهرباء. بص أنا حطاها على الغسالة، خايفة عليها ممكن تلفيها بكيس وتقفلي عليها بسولوتيب عشان ما نجيبش ناحيتها مية خالص. دوت الطبق اللي تحت اللي انا بمليه ميه، وما بحطش تلج. انا بحط الازاز البيبسي الصغيره امليها ميه. طبعا بنزل، شوفوا هينزل دلوقتي ميه مش نظيفه خالص، كتير هينزل كتير. ده غير كمان اللي انتوا شايفينه في الفيديو هينزل اكتر من كده. كل ما اطلق ميه الاقيه بينزل. الازايز ديت انا بحطها في الفريزر تجمد، وبحطها بدل التلج في الميه. كمان ساعات بحط الميه اللي في الصندوق اللي انتوا شايفينه ده، بحط ميه ساقعه. هنا هجيب كمان الفتحات بتاعته من قدام،
آم، هغسلها كمان كلها وابتدي ادخل ميه جوه ورف بقى رف. بصي يعني اهي بغسلها كلها بميه، لان جوه اللي انتوا شايفينها الفتحات البيضة ديت كمان في سلك دوت عايز بيتنضف. بص انا دلقت ميه، بصوا الميه نازله من ورا التكييف ازاي. هو ده حجمه صغير، التكييف بتاعي مش حجمه الساعة بتاعة التكييف الصحراوي مش كبيرة، صغيرة. كمان ماركته انتوا شفتوها مكتوبة من قدام. كمان سعره انا معرفش سعره دلوقتي كام، لان انا شاريه بقالي مدة يعني. هتفضلي بقى تدلقي ميه على قد ما تقدري وشويه صابون سائل، وتبتدي الفتحات اللي انت شايفاها ورا الفلتر دي ننضفها كويس جدا. طبعا هغير الميه ديت لان نزل عليها ميه زي ما انت شايفه عكرتها كده، فانا بغيرها بميه نظيفه. دي هي جايه معاهم اللي انتوا شايفينه دول بيخشوا الفريزر طالما يتجمدوا، جايه معاها العلبتين اللي انت شايفاها اللبني ديت. بالنسبه لسعره زي ما قلت لكم، وبالنسبه ان هو سعره كام وسعره كام دلوقتي، انا ما اعرفش سعره كام بالظبط دلوقتي لان انا جايباه عندي بقاله يجي 4 سنين. هو ماركة نفس ماركة التكييفات اللي هي التكييفات العادية ماضية. واهم حاجة طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا الوسخة اللي نزلت قد ايه، اهم حاجة الفيشة تحافظي عليها والجزء اللي فوق اللي بتاع الزراير. هنا طبعا نتفت وبقى مش عايزة اقول لكم، يعني انا اول مرة اجربه ان انا كده يعني اغسله في الحمام كده، وعمل هوا جميل جدا وروعة جدا يعني بجد. فلتر بقى مسكته لوحده وابتديت ادلق عليه ميه كتير اكتر من الاول. كمان الفتحات واللي انتوا شايفينه ده ابتديت اعملها بالليفة المواعين كده، شوية صابون سايل وادلقي بقى ميه على قد ما تقدري، وسبته لغاية اما يتصفى وركبته تاني. وبعدين دخلته بقى الصالة وهشغله بس بعد ما يبتدي يصفي ميته. من اكتر بقى الحاجات الحلوة اللي بتحس الواحد ان هو نظف كده ولمع الحاجة. وسلام بقى ما نشغل التكييف كمان دوت ويعمل هوا كده حلو وطراوة كده، وتقعدي بقى في الارض يا سلام. تعالوا بس انا ابتديت هنا خلاص وانا خلصته. بص انا بغير بس تحت الدرج اللي تحت اللي فيه المية، وحطيت فيه الازايز اللي انا بحطها بسقعها في الفريزر بجمدها بدل ما احط قوالب تلج. بعد ما خلصتها بصوا كان لسه بينقط كام نقطة كده. الفلتر كان نشف بس بينزل نقط بسيطة. الازاز ديت انا كنت مطلعاها من الفريزر وحاطه ميه ساقعه في الدرج بتاعها ومليتها ميه. حطيت الازاز طبعا والميه كمان ساقعه نفسها اللي انا حطاها، لان التكييف عندي مش بيسقع الميه، لازم الميه تكون ساقعه. بس هشغله. الزرار عندي في زرار للتشغيل وزرار لدرجات السرعه، زرار كمان في زرار اللي يشغل ان الميه دي تبقى تحول الهواء ساقع. واول ما تبتدي تخلص تأثير المياه الساقعة او ان هي تشتغل او تبتدي تتحول لسخنة، هتلاقي الزرار اللي في الاخر هنا اللي هما فيه اتنين مع بعض لوحدهم، هتلاقيه بيديلك اشارة يعمل صوت ان انتي تقفليه. انا بس لقيت الرفوف بتاعته ديت عايزة تتمسح بس مسحة بسيطة كده، لكن هو طلع هوا حلو جدا وساقع. وبجد اول مره اجربه ومش هبطل طبعا ان انا اغسله في الحمام كل فتره عشان انزل اي تراب اتجمع عليه. وزي ما انتوا شفتوا هو نزل تراب كتير وكان مجمع تراب كتيره جدا. هوا طبعا ما فيهوش ريحه الكمكمه اللي انا قلت لكم عليها. كمان بظبط الدرجه بتاعته ان في 3 سرعات عندي، هاديه ومتوسطه وعاليه. ده زرار التشغيل، وهنا بيبتدي يحول يمين وشمال. وده ال3 درجات زي ما قلت لكم السرعة سبيد. كمان دوت اللي بيطلع الرذاذ بتاع الهواء الساقع. واخر زرار
اللي بتخلي لك الهوا ساقع. كمان في اخر اليوم بقى قلت اما اعمل لهم كمان الطاجن ده، هتشوفوا فيه ايه. وعامله صينيتين جلاش باللحمه المفرومه. الطاجن دوت كان فيه باميه باللحمه، حتت لحمه كنت سويته طبعا على في حله على النار، وبعد ما سويته حطيته في الطاجن وقفلت عليه وسبته نص ساعه في الفرن يكمل تسويه. وكمان صينيه الجلاش كانت استوت. ده جلاش باللحمه المفرومه. ودي كان رابع يوم العيد، وكمان كنت خلصت خلاص. ايه رأيكم بقى؟ طبعا اللي بيحب الحراق يحط الفلفل حراق، انا حاطه بس الفلفل كده. يا رب الروتين يكون عجبكم وتنظيف التكييف كان عجبكم، ويومي كمان كده في الترتيب والتنظيف كان يوم سريع كده بس كان حلو، انا ونضفت بعمل كمان. وكان الباميه يوم بالطريقه العاديه من جدا. بصل وتوم وفلفل ومعلقتين سمنة كده حلوين، وبفضل اشوح فيهم بس طبعا مش بحمرهم قوي. بعدين انزل بالطماطم بعد ما بتتسبك، بنزل عليها بالبامية، بعدين دخلتها الفرن